البرنسيسة هاد المهمة ديال مولاة الدار تغير التعامل ديالها مع باقي المشاركين. هاد المنصب كيعطي المشارك سلطة توزيع المهام. البرنسيسة استغلت الفرصة باش تبين العين الحمراء. في هاد الجلسة كان عماد كيحاول يلطف الأجواء ويقترح توزيع عادل ومنطقي للمهام باش كلشي يكون مرتاح. نقطة الخلاف اللي بين عماد والبرنسيسة في هاد المهمة هادي مهمة تارودانت. فاش وصلوا للمهمة اللي غتكلف بها تارودانت، عماد دخل بنية طيبة وقال للبرنسيسة اعطي لتارودانت شي مهمة سهلة ما نكلفوش عليها بزاف. هاد التدخل ديال عماد ما عجبش البرنسيسة نهائيا، وقدام كلشي والكاميرات مشعولة اعتبرته تدخل في الصلاحيات ديالها كمولة الدار. رد الفعل والتصرف الخايب. في ديك اللحظه البرنسيسه دارت واحد الحركه بيديها لعماد خايبه. هي كتقول لعماد ها اللي غنعطيوهم، اشاره تقليل من القيمه وباش تسكت عماد وتوصل ليه الميساج انها هي اللي كتقرر وما محتاجاش النصيحه ديالو. البرنسيسه بغات تفرض الكاريزما ديالها كقائده مجموعه في ديك الفتره، ولكن الطريقه كانت هجوميه بزاف. عماد لقى راسو في موقف محرج قدام الكاميرات وقدام صحابه، حيت عماد هنا كان كيهضر بواحد الاسلوب اللي هو زوين وهي تجاوبه باسلوب زنقاوي وفيه من نوع من التكبر. الحركه ديال اليد هي النقطه اللي كانت فيضات الكاس. بينت ان لغه الجسد عند برنسيسه كانت مشحونه تجاه عماد وتارودانت بشكل خاص. هاد اللقطه خلات الجمهور ينقسم، كاين اللي شاف انها ظريفه وحقانيه وكاين اللي شاف ان الماسك تقلع. وبان الوجه الحقيقي ديال البرنسيسه في التعامل مع اللي مختلفين معها. التصرف كان كيبين بوضوح الصراع داخل الدار وكيفاش السلطه واخا غير في لعبه تقدر تغير التعامل ديال الاشخاص مع بعضياتهم. برنسيسه بقات شاده في هذا الموقف ديالها، وعماد رجع للور ما بغاش الصداع مسكين باش يتفادى هذا الصداع الكبير اللي كان غادي ينوض. ستوري البرنسيسه اللي حطات مؤخرا على الصفحه الرسميه ديالها الانستغرام كتحاول تبين للناس الصوره الحقيقيه اللي غايبه على الجمهور، ولا كتحاول تبرأ راسها من هذا الشيء اللي واقع حاليا. الهدوء الذي يسبق العاصفه، الوقت اللي السوشيال ميديا شاعله فيها بالانتقادات على التصرفات اللي خرجت من البرنسيسه داخل برنامج دار العرسان. اختارت تخرج بستوري مفخخ بالعواطف، ما خرجتش بفيديو، ما غوتاتش، ما دافعتش على راسها بالهجوم. استعملت ورقه العائله اللي هي اقدس حاجه عند المغاربه. قالت انها ما نقدرش دابا نخرج بفيديو وما نقدرش نقول لكم حتى شي حاجه يدخلني الشك. البرنسيسه بدات ستوري بجمله فيها بزاف ديال الغموض. قالت ما نقدرش نخرج دابا بفيديو باش تعرفوا الصراحه نتوما عارفين علاش. وهنا كتلعب البرنسيسه دور الضحيه المكتوفه الايادي وكتخلي المتابع يطرح تساؤلات. هل هناك عقود قانونيه كتمنعها؟ واش كاين ضغوطات؟ هاد الغموض هو اول خطوه. الحقيقه اللي غتخرج من بعد من العيار ثقيل. اذكى لقطات ستوري هي فاش جبدات الزوج والحمات. في الثقافه المغربيه العجوزه كيف كنقولوا او الحمات او هي اصعب اختبار لاي عروسه. فاش كتقول برنسيسه لو كنت خايبه اول وحده غادي تكون ضدي، ولا اول واحد غادي يكون ضدي هو راجلي وحماتي اللي كنحسبها اكثر من امي. من هنا كتقول للجمهور الحكم ديالكم عليا سطحي ومبني على دقائق في التلفازه، ولكن حكم الناس اللي عايشين معايا 24 ساعه هو المعيار الحقيقي. السطوري اللي خرجت به البرنسيسه خوتي فيه غموض بزاف. كتقول كانها باللي ظلموها في المونتاج وتسناو شنو غادي تشوفوا، وباللي كاين احداث جايه غتفسر علاش كانت كتعامل بهذيك الطريقه، بحال مثلا مع عماد او تارودان.